كتفكر تسافر للبرتغال؟ سياحة، خدمة، قراية ولا زيارة عائلية؟ في هذا الفيديو غادي نشرحوا لك بطريقة بسيطة شنو هي انواع الفيزا، شنو خاصك في الدوسي، شحال خاص يكون عندك الفلوس في البنكة، وشحال كتقام الفيزا للمغاربة. واخا الموضوع باين معقد، من بعد هذا الفيديو غادي تفهم كل شيء خطوة بخطوة ان شاء الله. اول حاجة اللي خاصك تعرف هو ان كاين جوج انواع كبار ديال الفيزا ديال البرتغال. كاينه السي وكاينه الدي. فيزا السي كتسمى فيزا شنغن، وهذه خاصة بالسفر اللي قصير المدة، اللي قل من 90 يوم. والنوع الثاني ديال الفيزا كتسمى الفيزا الوطنية، وهذه الفيزا خاصة بالإقامة طويلة الأمد في البرتغال. دابا شنو هو الفرق ما بين فيزا السي وفيزا الدي؟ الفيزا السي هي فيزا شنغن، كتسمح لك تدخل لجميع دول شنغن، وكتستعمل غالبا للسياحة ولا شي زيارات عائلية ولا الاجتماعات المهنية، بحال شي كونفيرونس ولا شي لقاء مهني إلى آخره. النوع الثاني هي الفيزا الوطنية الدي. هاد الفيزا الدي كتخص الناس اللي غاديين يستقروا في البرتغال مدة طويلة، بحال غادي يخدم على الخدمة، قراية أو شي تجمع عائلي. علاش غادي للبرتغال؟ القنصلية كتسولك علاش باغي تسافر للبرتغال. الا كان الهدف سياحة، خاصك توجد واحد البرنامج ديال السفر يكون واضح. ولا كانت الهدف من زيارة البرتغال هي الخدمة، خاصك واحد الدعوة مهنية ولا شي عقد عمل. ولا كانت زيارة عائلية، خاص الدعوة من الشخص اللي ساكن في البرتغال. بالنسبه للقدره الماليه او الكاباسيتي دو فينانسمون، هي اهم حاجه في الدوسي ديالك باش تقدم الفيزا للبرتغال. باش تثبت القدره الماليه ديالك بشي جوستيفيكاتيف، القنصليه البرتغاليه كتطلب 75 يورو تكون عندك في النهار الاول، وكل نهار اضافي من مورا النهار الاول خاصو يكون عندك ما قيمته 50 يورو. مثلا الا كانت مده الاقامه ديالك في البرتغال مثلا سياحة أو لا زيارة أو لا هذا لمدة 7 أيام، النهار الأول خاصو يكون 75 أورو، و6 أيام 56 أورو. المقابل ديالو هي 300 أورو، يعني 375 أورو خاصها تكون عندك في الكونت على الأقل، يعني باش تدفع الطلب ديال الفيزا. ولا كان شي حد متكفل بك في البرتغال يقدر يدير لك وثيقة رسمية ديال التكفل. دابا ندوزو للوراق المهمة في الدوسي. أولا الباسبور، ويكون صالح على الأقل 3 شهور من بعد الرجوع. ثانيا التأمين الطبي أو لا الصحي، وخصو يكون كيغطي ما قيمته 30 ألف يورو في دول ديال شنغن. ثالث حاجة كشف الحساب البنكي وشهادة العمل ولا السجل التجاري، وزيد عليهم ريزيرفاسيون ديال الطيارة ديال لوطيل، ولا عندك شي دعوة رسمية. بالنسبة للمصاريف فهي جوج الأنواع. كاين المصاريف الثابتة المتعلقة بالخدمات اللي كيقدمها المكتب ديال بي ال اس ولا لي فخي سيرفيس، اللي هي 182 درهم، فهي ثابتة في جميع أنواع الحالات. بالنسبة للمصاريف ديال القنصلية كتختلف على حساب السن. مثلا إلا كان كتر من 12 سنة بالنسبة للكبار اللي فايتين 12 سنة، فالمصاريف ديال القنصلية 966 درهم. الأطفال اللي ما بين 6 سنين و 12 سنة 483 درهم. بالنسبة اللي قل من 6 سنين فهي مجانا. بالنسبة للفيزا الوطنية أو لا تيب دي فهي ب1180 درهم. الجديد اللي كاين هاد السنة على حساب الفيزا ديال العمل. بالنسبة للفيزا ديال العمل كاين طلبات عقود العمل ما بقاوش كيدوزو مباشرة عبر بي ال اس في الأول. دابا الشركة في البرتغال هي اللي كتبعث الطلب مباشرة للقنصلية في الرباط، ومن بعد الموافقة ديال القنصلية اللي في الرباط عاد كيتم التواصل معك مباشرة باش تكمل الإجراءات. دابا كيفاش كيدوز الدفع؟ أول خطوة كتاخد موعد من موقع ديال بي ال اس. ثاني خطوة كتدفع الدوسي كامل نهار ديال الموعد. ثالث خطوة القنصلية كتدرس الملف ديالك، وفي الأخير كيجيك اس ام اس أو لا ايميل باش تاخد الباسبور وتشوف النتيجة، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. بالنسبة للمدة ديال المعالجة ديال الدوسيات تقريبا كتاخد ما بين 10 أيام حتى ل15 يوم، وممكن تزيد هاد المدة على حسب الموسم وعدد الطلبات إلى آخره. غنعطيك بعض النصائح المهمة باش تزيد الفرصة القبول ديال الفيزا ديالك. 1. خود الموعد بكري. 2. دير دوسي منظم واضح. 3. تأكد من صحة المعلومات. 4. بعد من السماسرية وهذوك اللي كيبيعوا ويشريو في المواعيد. وكان هذا دليل مبسط على الفيزا البرتغال للمغاربة. الى عجبك الفيديو دير داكشي ديال لايك واشتراك وداكشي.
ما عجبكش دير لايك ودير اشتراك وبالتوفيق للجميع.